ليش أغلب الجناية المعروفين والجناية القدامى الدجاج مالتهم بيض بشكل مستمر وما شفنا واحد يعاني من مشكلة انقطاع البيض؟ إخواني، من أهم الأمور لهذا الشيء إنه اللي مو جناي والما يعرف يشتري دجاجة من السوق ويريدها تبيض عنده بشكل مستمر، ما يعرف أساسها شنو، ما يعرف شنو متغذية، عندها سوء تغذية، ما يعرف بشنو مصابة أمراض سابقا وطيبة. كل هاي الأمور ممكن تأثر على البيض اللي يخص البيض الدجاج مالتك. بدها تزيد الدجاج مالتك يبيض بشكل مستمر، فلازم تهتم بأول يوم، لازم تهتم بأول أسبوع، لازم تهتم بأول شهر، لازم تهتم بأول 6 أشهر إلى أن تبيض عندك الدجاجة. تهتم بالتغذية مالتهن، تهتم بطريقة إنه تعطيها النواقص من الفيتامينات والمكملات الغذائية، المعادن اللي تحتاجها، إنه ما تنصاب بأمراض قدر الإمكان تعطيها وقاية. كل هاي الأمور إخواني إذا طبقتها راح تحصل على دجاج صحي ويبيض عندك بشكل مستمر. في حال ما طبقت هاي الأمور أكيد راح يكون عندك الدجاج ينقطع البيض مالته وما يستمر البيض مالته. فلذلك احنا نشوف أغلب الجناية ما يعانون من هاي المشكلة، شوف دجاجهم دائما يبيض وبشكل شبه يومي، إنه معتمدين على هاي الطريقة، يأسسون أساسهم للدجاج من أول يوم إلى حد التبييض. فأنتم إذا طبقتوا هاي الأمور إخواني راح تحصلون على حلال يبيض عندكم بشكل مستمر بدون أي انقطاع. إخوانا لا تنسون من لايك والمتابعة ومشاركة هذا المقطع مع الأشخاص المهتمين.